السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناه امينه تيوب. اليوم ان شاء الله كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم الوصفه ديال الصبار او الدرقه كيف ما كنقولوها بالمغربيه. الصبار البري اللي كينوض في اي مكان، كينوض في الباديه. انا هاد الدرقه جبتها من العروبيه. نحكو بهاد الفرشات ديال الاواني، غنغسلو مزيان بالماء، ومن بعد غادي نحيد ليه هذوك الشوكات الزايدين اللي فيه، هاد الشوكات هادو، ونحيد ليه القشره ديالو. هاد القشره اللي كتكون فيه قشره شفافه بحال ديال الفلفله اللي كتكون في الفلفله، غنحيدها. ومن بعد غادي نقطعو ونوريكم الطريقه ديال الاستعمال ديال هاد الصبار، زائد الاشياء الاخرى اللي غادي نستعمل معاه. بعد ما طحنت هاد الصبار كنصفيه بحال هكذا، حيد منه هذوك القطع، بعض القطع ما تطحنوش مزيان. داك لو جيل ديالو ها هما كيف ما شفتوا كينزل. هذه هي القطع اللي ما طحناتش، غادي نبقى نحاول معاها حتى نحيد اكبر كميه ديال الجيل باش تنزل كلشي، يبقاو غير هذوك القطع الصغيره. نزيد الخرقوم عواد، هذا الاناء، وغنضيف عليه عسل الحر، ندخل هاد الخرقوم عواد، غادي الكركم ندخلو في هاد العسل، نجمع به هاد الكركم كامل. غنضيف عليه هاد الكميه، بعد ما دخلت الكميه الاولى مع الخرقوم والعسل، وها هو القوام النهائي ديال هاد الماسك ديالنا كيف ما شفتوا. دابا ممكن نوضعوه على الشعر مباشره، كيعالج مشاكل فروه الراس، جميع انواع البكتيريا اللي كتكون على البشره، على البشره ديال يعني القشره ديال الراس. وكذلك كتستافد منه البصيلات ديال الشعر،
كيساعد على التطويل وكذلك على النمو. كما ان الكركم حتى هو كيعطينا لون جميل ديال الشعر، والعسل كيغذي لينا فروه الراس.